الشافعي رحمه الله أخذ العلم عن مالك في المدينة، والإمام مالك اعتنى بالشافعي حتى قال له: يا بني، إن الله قد ألقى عليك نورا من العلم فلا تطفئه بظلمة المعصية. ثم الشافعي غادر بعد ما أخذ من العلم من مالك، وألف كتاب سماه اختلاف مالك والشافعي، أشار إلى المسائل التي اختلف فيها مالك مع الشافعي. لكن انظر الأدب، كان يقول: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. مالك حجة الله على خلقه، ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك. لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب العلم من الحجاز، لأن مالك كان إمام أهل المدينة وسفيان بن عيينة كان إمام أهل مكة. قال: لولاهما لذهب العلم من الحجاز. فهو ما نظر إلى حجم الخلاف الفرعي بينه وبين الإمام مالك، ولكن نظر إلى المساحة الأخرى، مساحة الاتفاق والعطاء وكذا. هذا الشافعي مكث في بغداد وتتلمذ عليه أحمد بن حنبل، ثم أحمد خالف شيخه الشافعي وغادر الشافعي بغداد إلى مصر. ماذا قال الشافعي الإمام عن التلميذ؟ قال: لقد تركت بغداد وما خلفت فيها أورع ولا أعلم ولا أهدى من أحمد بن حنبل. ثم قال: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت المكارم لا تفارق منزلا، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. هذا الإمام مع التلميذ. وشوف التلميذ الإمام أحمد قال لولده عبد الله: يا بني، والله ما بت ليلة 30 سنة إلا ودعوت فيها للشافعي. قال: من هذا الشافعي يا أبتي؟ لقد سمعتك تكثر الدعاء له. قال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو منهما عوض، ومن يك علم الشافعي إمامه فمرتعه في باحة العلم واسع. فنحن نريد الدعاء والأئمة والشباب تختلف الآراء ولكن تختلف القلوب، ويكون بين الناس الحسنى. نحن معركتنا مع العدو مش مع بعض. هذه المعاني التي أحببت، يعني شكر الله وطر الشيخ، الله يجزيه الخير، وصلى الله أن يجمعنا في ساعة مباركة.